السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاختراع اللي معانا النهاردة هو اختراع غير محسوس ولا ملموس، ولكن أنا كفيل إن أقولك إنك بتستخدمه دلوقتي حالا. حتى بص أنا شايفك أهو. الاختراع اللي عمل طفرة في تاريخ الفيديوهات، اللي بدأ من حديقة الحيوان ووصل للعالم كله. وبالمناسبة اختراع النهاردة أخدناه من اقتراح أحد الأشخاص في الكومنتات. تعالوا ناخدكم في رحلة سريعة في حكاية اختراع اليوتيوب. ابتدت فكرة اختراع اليوتيوب عن طريق 3 شباب، وهم تشاد هيرلي وستيف تشين وجاود كريم، واللي كانوا موظفين في شركة بيبال في سن صغير. ودرس هيرلي التصميم في جامعة إنديانا في بنسلفانيا، ودرس تشين وكريم علوم الحاسوب مع بعض في جامعة إلينوي. وقال كريم إن مصدر إلهامه لموقع اليوتيوب جه في البداية من الحادثة الكبيرة اللي حصلت سنة 2004، وهي حادثة تسونامي. وساعتها دخل كريم على الإنترنت عشان يشوف أي فيديوهات عن الموضوع ده، ولكن ما لقاش أي حاجة خالص. ومن هنا فكر كريم إنه يعمل موقع لمشاركة الفيديوهات. وقال هيرل وتشين إن الفكرة الأصلية لموقع اليوتيوب ما كانتش زي ما احنا عارفين دلوقتي، إن هو موقع لمشاركة الفيديوهات المتنوعة، ولكن كان الهدف منه في البداية إن الموقع ده يكون منصة فيديوهات للتعارف عبر الإنترنت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن المستخدمين كانوا يعملوا فيديوهات قصيرة يعرفوا بيها عن نفسهم عشان يلاقوا ناس يتعرفوا عليهم. بس الفكرة دي ما نجحتش بشكل كبير، وده بسبب إن المستخدمين ما تفاعلوش مع الموقع بالشكل المتوقع. وقالوا برضو إنهم كانوا متأثرين بفكرة موقع تعارف كان موجود في الفترة دي، عشان كده حاولوا يعملوا نفس الفكرة على هيئة فيديوهات. بس مع الوقت عرفوا إن الناس حابين يرفعوا ويشاركوا فيديوهات في مجالات تانية زي الأحداث اليومية والحاجات المثيرة للاهتمام. وبدأ موقع اليوتيوب كشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا برأس مال كبير نسبيا، وكان من استثمار شركة سيكويا كابيتال بقيمة 11.5 مليون دولار، وبرضه استثمرت شركة إيرتس كابيتال بمبلغ 8 مليون دولار. وكان المقر الرئيسي لموقع اليوتيوب على مطعم بيتزا ومطعم ياباني في سان ماتيو في كاليفورنيا. انت متخيل معايا؟ يوتيوب اللي بيكون موجود على تليفون اي حد بدأ من فوق مطعم بيتزا. وبدأ تفعيل اسم النطاق بتاع موقع اليوتيوب في 14 فبراير 2005، وكان اول فيديو على اليوتيوب باسم ماي ايت ذا زو، انا في حديقة الحيوان، واللي كان موجود في الفيديو ده جاود كريم في حديقة حيوان سان دييغو. واتحمل الفيديو سنة 23 ابريل 2005، يعني حوالي من 19 سنة. ولحد دلوقتي الفيديو ده موجود على اليوتيوب، واللي جاب حوالي 336 مليون مشاهدة. واتعرض الموقع على الجمهور كاختبار تجريبي في مايو 2005، وكان أول مقطع فيديو وصل لمليون مشاهدة كان إعلان نايكي اللي ظهر فيه رونالدو. وتم إطلاق الموقع رسميا في 15 ديسمبر 2005، وفي الوقت ده كان الموقع بيجيب حوالي 8 مليون مشاهدة يوميا. وفي نفس السنة كده اتعمل مسرحية اتعرضت على قناة MBC العالمية في برنامج ساتردي نايت لايف، فقاموا الشباب بتوع اليوتيوب سرقوا المسرحية. أيوة زي ما سمعت كده، مخترعين اليوتيوب اللي حاطين قوانين الكوبي رايت كانوا سارقين المسرحية ومنزلينها على اليوتيوب، وانتشرت بشكل كبير جدا وجابت حوالي 5 مليون مشاهدة في وقت قصير جدا، لحد ما عرفت القناة وطلبت منهم انهم يمسحوا المسرحية، وبالفعل مسحوها. بس من هنا بدأت فكرة الكوبي رايت وحقوق الطبع والنشر، ولما مسحوا المسرحية كانوا خلاص وصلوا للي هم عاوزينه، واليوتيوب اتشهر واتعرف. وفي شهر 7 2006 أعلنت الشركة إنها بتحمل حوالي 65 ألف فيديو يوميا، ومن هنا قام اليوتيوب وما قعدش تاني. والدليل على الكلام ده إنك أنت شخصيا بتتفرج على الفيديو من خلاله. وبكده تكون نهاية حكايتنا النهاردة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، وقول لنا في الكومنتات لو في اختراع تاني حابب تعرف حكايته. واعرف دايما إن لكل اختراع حكاية.